الشتاء عايز حاجتين، انتخى واكله تدفي. علشان كده بحب قوي اعمل الوصفه دي، بتدفي جدا في الشتاء وكمان ما بتاخدش اي وقت في تحضيرها. اول حاجه هبدا اقطع الفراخ بتاعتي لمكعبات صغيره، وبعد كده هتبلهم بملح وفلفل وتوابل فراخ، واحط عليهم بصله مبشوره. هجيب الوك بتاعتي واحط عليها معلقه ثوم مفروم، وبعد كده انزل بالفراخ اللي تبلناها، ولو حابين ضيفوا كمان خضار مشكل. هنحط كمان مكعب مرقه او طماطمايه تدي لون كده للشوربه، وازود عليهم ميه مغليه. وهنحط بقى على الشوربه دي مكرونه. استخدمت مكرونه الشوفان من دكتور فودز، ده براند مصري عندهم كل المنتجات الصحيه المناسبه للدايت او مرضى السكر والحساسيه. ومكرونه الشوفان دي ليها فوائد كتير قوي، مناسبه جدا لمرضى السكر وبتساعد على نزول الوزن. ممكن تحطوها تتسلق في الشوربه على طول، بس انا حمرتها في شويه زيت زيتون برده جايباه من دكتور فودز. زيت الزيتون ده اكسترا فيرجن، فمناسب جدا ان انا احطه على النار، وكمان هتلاقوا عندهم كل انواع الزيوت. هقلب بقى كده المكرونه اللي حمرتها مع الفراخ والخضار لحد ما تستوي، وافضي بقى الشوربه السخنه مع الخضار والفراخ ومكرونه الشوفان، وعليهم شويه ليمون كده. اكله سخنه كده وبتدفي في التلج ده، وما خدتش مننا اي وقت خالص.